قلوبة حاشي طبعا بطريقتي، ان شاء الله نسويها لكم بدون مويه ولا زيت. عندنا حاشي وشوية خضار، الخضار عاد اللي يعجبكم، كمية بصل. خلوكم معانا وان شاء الله تعجبكم الطريقة. الخضار بنستخدمه كل واحد وجوه. احنا عندنا بطاطس وكوسة وجزر وزهرة. اول شي ننزل كمية من البصل، طبعا نكتر بصل علشان ما نبغى مويه، نبغى نستفيد من المويه حقه هو الخضار. وناخذ كمية من الخضار، مو كلها، كمية بس، الكمية الثانية نحتاجها بعدين. عندنا بهارة صفرة مشكلة وملح. الحين نرصر اللحم أثناء الحاشي. خلاص اللحم نقفل عليه، قفلنا عليه. دحين نحط نار عالية، أول ما يصفر معنا الصفارة نحطه على نار شمعة ونحسب له 45 دقيقة. طبعا الخضار الباقي بنسوي له كشنة ونحمله، بس ما نبغى نطبخه، بس تحميرة خفيفة كذا عشان تعطينا نكهة. ننزل سنام الحاشي، نطلع الزيت منه، نحط عندنا قرفة وورق غار وقرنفل، ننزلها على السنام الحاشي، نحرك بس شوي كذا حتى تطلع ريحة. ننزل البصل، نحرك حتى يتغير لونه، تغير معاه لون البصل زي كذا. ننزل الطماطم، الحين نضيف الخضار الباقي، نضيف عليه من بهاراتهم اللي هي البابريكا الحمراء باردة، هذه باردة يا اخوان. نحب نحركه من 5 دقائق كفاية، نبغى نحمصه بس ونحمره. شايفين هذا اللون المطلوب والتحمير المطلوب، 5 دقائق بس كفاية. النكهة كلها هنا حق المقلوب. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا المويه اللي طلع منه وهو مستوي. لما خلاص نضيف الخضار اللي سوينا اللي هو الكشن حق الخضار. بسم الله. باقي شوي ملح. الحين بننزل الرز مغسول ومنقوع أكثر من نص ساعة، تقريبا 45 دقيقة منقوع. طبعا اللي ما يبغى ينقع الرز أكثر من نص ساعة في مويه حار يطبخ الرز نص استوى. نحط من فوق خلطة السعادة، عشان بنحط البصل المكرمل وفلفل حار. الحين نقفل عليه ما يصفر معانا الصفيرة 10 دقائق على نار هادية. الحين بنطلع الكشن هذه اللي فوق، نحطها تحت ونقلبها. ما شاء الله تبارك الرحمن يا الريحة. بسم الله ما شاء الله تبارك.